السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الأعزاء. اليوم بكلمكم على المغترب علي، مغترب يمني دخل إلى السعودية عن طريق الكفيل، وهذه القصة الطويلة اللي يعرفوها الكثيرون. وقام بعمل في المهنة التي تعلمها في اليمن، وهي مهنة تغيير الزيوت والمحركات وكذلك تغيير الإطارات. كان فنان وكانت كل الناس كثير بيروحوا لعنده، واستطاع أن يعمل له ورشة حلوة ويجيب عمال، وكان هو الأسطى ما يقولوا. في يوم من الأيام كان علي جالس، وسبحان الله كان جميل جمال مش طبيعي، كل من شافه قال ما شاء الله. جت واحدة اسمها منال وكان معها سيارة، وقالت له أنت من فين؟ قال أنا من اليمن وأنا هنا بصلح إطارات. قالت له خلاص شوف لي الإطار هذا يا أبو يمن. ضحك وقال لها على طول بكل أريحية، عجبها أسلوبه ومعاملته معها. قالت له بس أنا ما عندي فلوس. قال لها عادي ما في مشكلة. وكمان راحت بس قالت له ممكن أخذ رقمك قبل ما أروح؟ قال لها أوكي خذي رقمي ونتواصل إن شاء الله. فأخذت رقمه وتواصلت معه عبر الواتساب، وتكلموا وكلمته عن نفسها، وإنها لما شفته أعجبت فيه، وقال وإنت كمان حلوة. وحصل بينهم كلام في كلام وحب على ما يقولون. وبعدين قال لها أنا معجب فيك وبيك على سنة الله ورسوله، فهل بيوافقوا أهلك؟ قالت تعالوا شوف وإن شاء الله يصير خير. راح لعند أبو منال، وكان أبو منال عصبي شوية وما يتفاهم. قال أنا رافض تمام للزواج، ما أبغى بنتي تتزوج يمني، وكمان صاحب ورشة انسى. زعل وحزن، وهي كمان زعلت واكتئبت ومرضت، وحاولت أم منال تقنعه بس ما في فايدة. وفجأة تقول له أنا بهرب لعند أحد من أهلنا، وهو يعني شيخ كويس وبينفعنا. قال لها تمام. وأبوها عرف إني هربت بعد يومين من غيابها. أول ما عمل طلق أم منال وضبح وزعل مو عارف بنته، يعني فضيحة. وبعدين يجي له اتصال من الشيخ يقول له يا أبو منال عندي وما تقلق الحمد لله، بس ضروري نتفاهم على مسألة الزواج. قال له طيب. وبعدين راح لعند الشيخ هذا، والشيخ هذا طبعا لما شاف منال أعجب فيها، وقال ليش ما أخذها لابني، بنت حلوة وزينة وابني ولد طايش وش أزوجه لعله يعقل. وفعلا أقنع أبو منال إنه يتزوج البنت ابنه. وطبعا منال كانت بنت عادها مراهقة، ولما شافت الولد ويضحكوا مع بعض ويتكلموا أعجبت فيه. وبعدين حتى نسيت علي وما صارت تتواصل معه. علي يحاول يتصل ما بفايدة. وبعدين قال أبو منال أنا موافق أزوج بنتي بس بشرط إنكم تخرجوا هذا علي من السعودية، ما أبغى أشوفه ولا أبغى أسمع اسمه. قال الشيخ ما يهمك. وفعل له مشكلة في الورشة وخلى الكفيل يخرجه من السعودية. وحزن علي حزن شديد على الكذب والنفاق اللي حصل من منال ومن أهلها، وتوكل على الله وسافر وخرج من السعودية ورجع اليمن يشتغل. وكان معه صاحب في عمان، وكلمه على قصته وقال له خلاص ما يهمك إلا أدبر لك عمل. وجاب ورقة وارسلها لصاحب العمان، وربي سهل له حصل فيزا لعمان، وفتح له ورشة هناك، وصاير ثري أثرى من في السعودية. وفتح له 3 ورش، وأصبح علي يعني من أهم الناس اللي بيشتغلوا في عمان بتصليح السيارات. بينما منال هذه البنت تزوجت الولد هذا اللي يقرب لهم الصايع، وفعلا قعدت معه 3 أشهر بس، ضربها وبهذل بها، وبعدين رجعت لأهلها. وسبحان الله على نيتكم ترزقون. هو كانت نيته شريفة وربي سهل له، وهي كانت نيتها سيئة وربي ادالها نصيبها. إذا عجبتكم قصة علي الشاب المكافح اعملوا لايك وشاركوا في القناة.